السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما دايما تكونوا بألف خير. عايزة اقول لكم بقى ان انا وحشني الروتينات اللي احنا كنا بنعملها مع بعض على القناة، ومن ساعة ما جيت من السفر كده وانا كسلانة وعايزة حد يشجعني، فقلت لا بقى انا اتشجع بيكم واقوم بقى كده ايه، ابتدي اعمل فيديوهات روتينات تاني علشان كلنا نستفاد من بعض، واللي كسلانة تقوم تعمل اللي وراها، وانا كمان اعمل لكم شوية فيديوهات كده ايه نستفاد كلنا من بعض يعني. اول حاجة قمت عملتها، كنت طبعا صحيت بدري وفطرت وقعدت شوية وعملت شوية حاجات في البيت، وبعدين رجعت نمت تاني بصراحة يعني. فلما قمت بقى الظهر قلت لا ده انا اصور لكم بقى ايه جزء من يومي كده، ونرجع تاني للروتينات الحلوة بتاعتنا. اول حاجة بقى عملتها، حطيت غسيل في الغسالة وسبتها بقى تغسل مع نفسها، وهشوف بقى انا هعمل غدا ايه ونعمله مع بعض سوا. جبت حلة كده زي ما احنا شايفين، وهنعمل ايه النهاردة، هنعمل ايه انتوا بقى اكتبولي في الكومنتات، اللي وصل لحد هنا في الفيديو يكتب لي كده قبل ما يشوف انا هعمل ايه. جبت كده معلقتين سمنة فلاحي، عايزة اقول لكم كنت بطلعها بالعافية لان طبعا مطلعها من التلاجة. وهنعمل ارانب، كنت بقى ايه مطلعه الارانب وفكت في المية بتاعتها، وحطيت لها ملح وليمون وكده علشان يعني ايه اغسلها عشان ما يبقاش فيها زفارة ولا اي حاجة. بعد بقى ما حطيت السمنة، هي الارانب غسلها حلو ونضيفة وحلوة جدا، هبتدي انزل بيها. ايه ده انت هتشوحيها الاول؟ انا هشوحها الاول. في ناس بتحطها تتسلق على طول زيها زي الفراخ واللحمة، انا بحب اشوحها لان التشويحة دي هي اللي هتخلي الارانب طعمها حلو جدا، ومش هيبقى فيها اي زفارة. وجربوها بالطريقة اللي انا بقولكوا عليها وان شاء الله هتعجبكم، وبعد كده هتعملوها كده على طول. وكمان ممكن ما تحتاجوش ان انتوا تحمروها بعد ما تسلقوها يعني، لان طبعا اوريدي انتوا ايه شوحتوها. هنا بقى بوريكم ان انا ما نزلتش بالكبد، والارنب بيبقى فيه كبده وفشه. حطيت الارانب وسبتها شويه، وهخرط بصلتين كبار. بصلتين؟ ده البصل غالي. ما اعرفش، انا بقى في الارانب بحب احط بصل كتير، بيديه طعم كده وتعسيله، فبتوصى يعني ما تستخسروش في نفسكم، بصل غالي مسيره يرخص يعني. وانتي بقى بتتفرجي عليا كده ما تنسنيش في اللايك والكومنت، ولو اول مرة تتفرجي على الفيديو اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من القناة. وعايزين بقى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، عليه افضل الصلاة والسلام، علشان ايه كلنا ناخد الثواب مع بعض. بعد بقى ما خرطت البصلتين بتوعي دول، هقلبهم برضو كده ايه في بعض. وبعدين دلوقتي هتشوفوني كده ايه هجيب طماطمتين كده حلوين وهخرطهم، بس بعد ما الاول ايه يعني اديها تقليبه بالبصل. انا مش محتاجه البصل يحمر قوي، انا مش بعمل تدويره اكل يعني، مش بعمل تدويره صلصه او حاجه، انا يا دوبك بشوح الارانب. بصوا بقى كده لونها اهو اتغير معانا. عايزه اقول لكم كان طعمها رائع، طعمها تحفه تحفه تحفه، وما فيهاش اي زفاره خالص. واللي مش بيحب الارانب ولو دوقتهم يعني الارانب بالطريقه دي على انها مثلا قولوا لهم فراخ بط اي حاجه، والله هيحبوها جدا. كنت حاطه بقى ميه في الكتل علشان تسخن، علشان هي دي اللي انا هسلق بيها الارانب. طيب ينفع احط ميه يعني مش لازم اسخنها، ينفع بس الافضل يعني سخنيها، خصوصا ان الايه الارانب سخنه وكده يعني على نار، فالافضل تكون الميه سخنه. ما عندكيش كتل حطي ميه على النار وبعدين حطيها يعني. هنخرط بقى الطماطمتين اللي احنا قلنا عليهم، ودولت هيدوا الارنب تعسيله، هيخلوه طعمه كده معسل وطعمه جميل زي ما احنا شايفين مع بعض كده. كمان الارانب ما بتاخدش سوا خالص على النار، زيها زي الفراخ بالظبط. هنا كده هنقلب بقى تقليبه كده يعني تقلبتين 3، وبعد كده في المرحله دي اللي هي قبل ما احط الميه السخنه على طول هنزل بقى بالكبد. يعني انا الكبد رحلتها للاخر عشان الكبد اصلا ما بتاخدش سوا، فلو انا سبتها في التشويح من الاول هتتهري مني. يا دوبك كده برضو اديها تقليبه تغير لونها، وانزل بالميه الدافيه على طول، الميه السخنه زي ما احنا شايفين كده مع بعض. عايزه اقول لكم ما بتاخدش وقت خالص، و
الطريقة دي هتسهل عليكي كتير قوي. ممكن اصلا قبل ما تحطي مية في ناس بتشوح الارانب وبعد كده بتعملها طاجن ارانب. حطينا المية اهي، وهغطي عليها بقى واسيبها تغلي. بس قبل ما اغطي هحط الملح والفلفل الاسمر، لان زي ما احنا اتفقنا هي مش هتاخد معاكي سوا، فحطي الملح في الاول وحطي الفلفل الاسمر في الاول عادي. عندك بقى ورق لوري حابه تحطي، عندك مستكه حبهان، انا كل اللي حطيته ملح وفلفل اسمر بس كده، مش هحط حاجه تاني خالص. ودي الفشه، عشان كده هتلاقوها ظاهره على الوش، على وش الشوربه يعني. يلا بقى نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، عليه افضل الصلاه والسلام. بعد كده جينا لمرحلة السلق. سلق يعني قلقاس. ايه ده؟ هنعمل قلقاس؟ هنعمل قلقاس. تعالوا بقى اوريكم انا بعمل السلق بتاع القلقاس ازاي، علشان في ناس كتير قوي ما بتعرفش تعمله، وفي ناس يعني كل واحد وليه طريقة يعني. فانا هقول لكم طريقتي بقى. ادي الخضرة بتاعت السلق. اول حاجة بجيب السلق كده وببتدي اشيل الورق وارمي الفرع الطويل ده زي ما انتوا شايفين. هوريكم كام واحدة. اشيل الورقة والفرع ده انا مش عايزاه في حاجة. هعمل بقى الكمية كلها، واي ورق دبلان طبعا مش هاخده، أو ورقة حسها بايظة لونها متغير مش هاخدها معايا. ادي كده الورق اللي انا مش عايزاه، وادي الفروع اللي انا مش عايزاها. خلاص همسك بقى الورق اللي انا عملته. طبعا احنا لسه ما غسلناش الورق، كل ده هيتغسل. هجيب السكينة وبشكل عشوائي كده هقطع. احاول على قد ما اقدر اقطع يعني بقدر الامكان صغير يعني، وبشكل عشوائي، لان كده كده هحمره وبعد كده هنضربه في الخلاط. ناس كتير بتستصعب تعمل القلقاس وتقولك اصل القلقاس عمايله صعبة، ولسه هجيب قلقاس واخرطه واجيب سلق واخرطه واشطفه وبعدين احمره ومش عارفة ايه. عايزة اقول لكم ان احنا بس اللي بنصعب الحاجة على نفسنا، واحنا اللي كسلانين ومش قادرين نعمل حاجة. بنستسهل فبنلاقي الحاجة السهلة ونروح نعملها، ونرجع نقول اصل الحاجة صعبة، مع ان احنا يعني مع الاستمرار والعمايل، وان احنا لو اتشجعنا كده وقمنا عملنا حاجتنا هنلاقيها سهلة جدا وما بتاخدش وقت ولا حاجة. جبت بقى الكزبرة وببتدي بقى انقي منها الورق اللي انا مش عايزاه، وبنضفها حلو وبخرطها. طبعا انا هنا كنت خرطتها مع السلق وغسلتهم غسلة حلوة قوي. اهم حاجة نغسل الخضرة كويس، لانها بتبقى مليانة اتربة، واحيانا بيبقى فيه الدودة بتاعت الخضار اللي هي بتاعت البقدونس بقى والكزبرة والحاجات دي. لازم الورقيات دي بالذات تتغسل حلوة قوي، علشان ممكن يبقى فيها حاجة ما احنا مش شايفينها. وبعد كده سبتها تتصفى، وجبت بقى حبة توم محترمين حطيتهم في الكبة. ما تستخسروش في التوم، كتروا في التوم بتاع السلق، لان القلقاس بيحتاج توم كتير. التوم بيخليه كده طعمه حلو يعني. جبت طاسة ونزلت بمعلقتين سمنة كبار عشان احمر بقى السلق بتاعي. وهتشوفوا بقى الطريقة بقى انا بعمل القلقاس ازاي. طبعا في ناس بتضربه في الخلاط، وفي ناس بتضربه في الكبة، وفي ناس بتدقه. ليه طرق كتير جدا، كل حد وليه طريقته. شايفين بقى الخضرة هايشة ازاي وكتيرة. كمان شوية كده مع التقليب هتلاقوها هتقل وتكش وتبقى حبة صغيرين خالص. انا بقى بسيبها على النار كده، لسه محطيناش التوم بس بفضل اقلب. هتلاقوا بصوا هيبتدي الخضرة تنزل ميتها. اول ما تنزل ميتها برضو تفضلوا تقلبوا وتسيبوها شوية، هتلاقوها ترجع تشرب ميتها تاني. اهو زي ما احنا شايفين كده خلاص شربت المية. هنزل بالثوم. هي بعد ما بتشرب المية هترجع الزيت اللي هي او السمنة اللي هي شربتها هترجع يعني تكبها تاني. هي شربت المية بالسمنة، هترجع بقى هتلاقوا السمنة تنزل كده على الجنب وتتشوح في السمنة بتاعتها. هنفضل بقى نقلب، وخلي بالكم لا تتحرق منكم، وطوا النار ولحد ما تحسوها كده خروشت كده، نشفت معاكم. خلاص انا حسيتها ان هي خروشت، نزلت عليها كبشتين شوربة، وهسيبها تبرد شوية علشان بعد كده اضربها في الخلاط.
هنا بقى جبت حلة ونزلت فيها بالشوربة علشان الشوربة دي هي اللي هسلق فيها القلقاس نفسه. طبعا انا القلقاس اهو جايباه وكنت مخرطاه وحطاه في الفريزر، طلعته وهحطه بصوا مجمد اهو، وهحطه على طول في الشوربة وهو هيفك في الشوربة. هسيبها بقى ايه، ما بياخدش وقت، على بال ما ياخد له غلوتين كده حطيت السلق في الخلاط وابتديت ان انا اضرب. طبعا هو مش ظاهر في الخلاط لان هما السلق كان حبة صغيرين يعني مش كتير. وبعدين هرجع بقى ايه ابص على القلقاس. هنا كنت بشوفه وبشوف محتاج ملح ولا لا. هو احنا حطينا ملح في الشوربة بتاعت الارانب، ولكن القلقاس بيتعمل معاملة البطاطس، بيبقى بياخد ملح زيادة شوية عن اي اكل تاني. حطيت بقى الملح لقيته محتاج ملح وهغطيه يكمل سواه. خلاص كده هنحط بقى ايه السلق اللي احنا ضربناه في الخلاط. شايفين مركز، انا بحاول افضي كل اللي في الخلاط لان طبعا منزلش كله. وهرجع بقى ايه احط برضو كبشة شوربة واحط الباقي اللي في الخلاط، يعني مش تسيبي الخلاط كده، ده بيبقى السلق كله جواه. شايفين بص هينزل منه سلقة قد ايه. وبس كده، ولا في اي تعب ولا في اي صعوبة، واحنا بس اللي بنصعب يعني الدنيا على نفسنا. فاضل لي بقى حاجة اخيرة هي الرز. هنا بقى كنت ايه بتأكد ان هو يعني بوريكم ان هو لونه اخضر كده وجميل وخلاص استوى، وهطفي عليه ونروحوا للارانب. خلاص الارانب استوت، ريحتها كانت يعني ما اقولكوش بقى. جربوا بالطريقة دي واكتبولي بقى في الكومنتات. هنا بقى كنت عملت الرز طبعا مش محتاج طريقة، مية وملح وسمنة. بتحطي له بقى المقدار بتاعه بتاع المية بتاعته، وانا ما بغطيهوش غير لما بياخد الغلوة دي، وبعدين برجع اوطي واغطيه. وخلاص وادي الارانب بقى لما غرفتها جميلة جدا جدا، وشايفين شوربتها حلوة ازاي، والقلقاس اللي احنا عملناه مع بعض. وحطيت بقى مخلل مع الرز، ويعني ايه الحمد لله يعني ربنا يزيد ويبارك. بعد بقى ما اتغدينا قلت اعمل كاكاو كده، نشرب كاكاو. بحط بقى لبن، انا كنت هعمل كوبايتين فبحط كوباية لبن وبحط عليها كوباية مية. في ناس بتعملها بلبن صافي بس انا بحب اعملها نص ونص بحيث ان هي اخف واحسن. وهحط نوع الكاكاو ده حلو جدا كورونا. هحط معلقتين كبار وهحط سكر، بس السكر بقى على حسب الرغبة، بس خلي بالكم ان نوع الكاكاو دوت بيبقى فيه نسبة من السكر، فما تكتروش في السكر عشان ما تحلونش منكم او تسكر منكم. بس كده خدها بقى احطها على النار. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والكومنت الحلو علشان القناة تكبر بيكم. ولو عجبكم النوعية دي بقى من الفيديوهات يعني اكتبولي في الكومنتات. برضو اللي عنده فكرة يكتبها لي، اللي عنده تعليق يكتبهولي، حتى يعني لو في حاجة مش عاجباكوا اكتبوها لي برضو. انا يعني بحب اسمع ارائكم لان انتوا اللي يعني انا بكبر بيكم وانتوا عيلتي التانية. بفضل اقلب كده لحد ما احس ان الكاكاو دابت. في الوقت ده بقى انا قلت اهدي النار كده على بال ما يعني تسخن وتستوي. اروح كان عندي الطبقين بتوع الغدا، قلت بقى ايه اغسلهم بالمرة، ما انا ما اقفش كده واضيع وقتي. مش ان انتي واقفة بقى واقفة الحاجة بس، لا شوفي وراكي ايه واعمليه. عايزة اقول لكم ما اخدوش معايا 3 دقايق على بال ما يعني ما غسلتهم كانت الكاكاو اتعملت وقمت صباها. هما كام طبق مش هياخدوا معايا وقت. وحاولي ما تراكميش عليكي المواعين والاطباق والكوبايات، علشان عايزه اقول لكم الاطباق والمواعين دي عامله زي يعني ايه بتتكاثر كل شويه. كل شويه كده لو سبتيها وما غسلتهاش هتلاقي حوض المواعين ده بقى مليان مواعين، اللي بيشرب كوبايه ميه اللي بيشرب كوبايه شاي. كل ما هتقولي لا انا هسيبهم وهتسيبهم يتجمعوا مع بعض هيبقى حمل كتير عليكي. وتيجي بقى بعدين لما تيجي تغسليهم تقولي يا ربي انا تبقي مكسله بقى لو انتي مش عارفه تبتدي منين ولا تنتهي منين ولا تعملي ايه. لكن طول ما ايدك اول باول كده هتحسي ان انتي
قاعدة كده فاضية ورايقة وما وراكيش حاجة ومش شايلة هم حاجة. شايفين مسافة ما اتكلمنا الكلمتين دول خلصنا الكام طبق اللي عندنا. شفتوا بقى، شفتوا السهولة، شفتوا السرعة. طبعا انا مسرعه لكم الفيديو شويه يعني، بس احنا خلصناهم برضو بسرعه يعني في الحقيقه وفي الطبيعي. يلا نصلي بقى على الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. خلصنا. انا اكتر يعني فقره بحبها فقره غسيل المواعين. عارفين ليه؟ انا ببقى واقفه يا اما بقول لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. او بقول اي ذكر، بلاقي نفسي كده بذكر ربنا. كده كده انا بعمل الحاجه ولساني شغال، فباخد ثواب طبعا وحسنات. ودايما اجعلي عملك لله، يعني انتي بتغسلي المواعين اجعليها لله. انا يا رب انا بغسل المواعين عشان اخد ثواب، عشان انا كنت بعمل غدا مثلا لزوجي ولاولادي، انا بخدمهم وبروق البيت وبغسل لهم هدومهم لله، فتاخدي ثواب. كده كده انتي هتعملي الحاجه بس خدي عليها ثواب. فدايما عملنا كله لله سبحانه وتعالى. خلاص كانت الكاكاو بقى خلصت، هنصبها مع بعض. شايفين جميلة جدا، انا من عشاق الكاكاو. وعموما بحب اي مشروبات سخنة، يعني احب اشرب طول النهار كده حاجات دافية كده. بس بحاول ان انا حبة يعني حبة صغيرين هسيبهم. فلقيت ان خلاص بقى الكوباية اتملت. خدت الكاكاو وكان عندي هريسة، قمت اخداها هريسة جنب الكاكاو ازاي ما تسألونيش. هريسة وكاكاو، خدت الاتنين و... وقعدنا بقى اكلنا الهريسة وشربنا كاكاو. بعد بقى ما خلاص خلصت دخلت على المطبخ تاني. اخر حاجة هعملها وده هيبقى نهاية الفيديو النهاردة، ان انا هغسل البوتاجاز. مش هصبنه تصبينة عميقة، ولكن وانا بعمل القلقاس طبعا الشوربة فارت فاتكبت على البوتاجاز. خدوا بالكم يعني، وطوا النار واربوا الغطا شوية. فقلت بقى يعني اغسله كده على الماشي يعني على السريع، المهم ان هو ما يبقاش متوسخ وما يبقاش شكله وحش، وابقى انا قاعده كده حاسه ان انا قاعده مرتاحه يعني. اكتر حاجه بتريح الست عموما ان بوتاجازها يبقى نضيف، ما عندهاش مواعين، ما عندهاش غسيل يا اما الغسيل مغسول وعلى المنشر، يا اما الغسيل متطبق في الدولاب والدنيا رايقه حواليها. وبس كده. وزي ما قلتلكوا دايما دايما طول ما انتي ايديكي في البيت وحاجتك اول باول مش هيتراكم عليكي حاجات كتير، وهتحسي دايما ان انتي بيتك نضيف. اتمنى ان الفيديو يكون كان خفيف عليكم وتكونوا كنتوا استفدتوا منه ولو بمعلومة او بحاجة صغيرة قد كده اهو. وهستنى كومنتاتكم واتمنى اللي اول مرة يشوف القناة يشترك في القناة. وبس كده يعني، يا رب بس ما كنتش تقيلة عليكم او تستغلسوني يعني، ويكون الفيديو كان خفيف عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.